في اسكندرية، وبالتحديد على جانبين ترعة الخندق اللي بتربط بحيرة مريوط بالبحر المتوسط، بيوت بسيطة صغيرة مرصوصة جنب بعض، قدام كل بيت منهم مركب. عمرك ما هتشوف منظر جميل زي ده إلا في الماكس. والماكس من الأحياء القديمة في اسكندرية، بس مش معروف تاريخ ظهوره بالظبط، لكن طول عمره معروف بحي الصيادين. معظم أهالي الماكس صيادين، وبعضهم نجارين مراكب وصناعية فك وتركيب مواتير وبياعين سمك. وكل واحد في الماكس ليه بيته البسيط اللي بيعيش فيه، وبترسي قدامه مركبه اللي بيسرح بيها الصبح علشان يصطاد. علشان كده لكل بيت في الماكس بابين، باب على الشارع وباب على البحر. وارتباط أهل الماكس بالبحر ظاهر في الرسوم المنقوشة على جدران البيوت بألوانها المختلفة وأشكالها البسيطة، زي عروسة البحر، السفن، عمليات الصيد، وكمان على خشب مراكبهم، واللي كلها ليها علاقة بالبحر، سر الحياة في الماكس. والمركب حاجة مهمة جدا عند أهل الماكس، لأنها الوسيلة اللي بتسهل شغلهم. علشان كده هتلاقي أنواع وأشكال كتير للمراكب. أهل الماكس زي السمك، لو طلعوا بره البحر يموتوا، عايشين يومهم برضا، يغزلوا، يصطادوا، يزعلوا، يفرحوا. الماكس وناسه لوحة فنية طبيعية مرسومة شديدة المصرية، بتعبر ببساطة عن مكان في مصر. الماكس، فينيسيا الشرق.